يا مساء الذكاء على جيش المحققين في قناة اسمع الحكاية. النهاردة التحدي مش أي تحدي، قدامك 5 ألغاز، كل واحد أصعب من اللي قبله. لو حليت 3 بس فأنت ذكائك فوق المتوسط، لكن لو حليت ال5 فأنت مكانك مش هنا، أنت مكانك في المخابرات. جاهز؟ ركز في كل كلمة ويلا بينا. 1. دخل مطعم وطلب بيتزا. الجرسون جاب له البيتزا وعليها دبانة. الراجل زعق وطلب يغيرها. الجرسون أخدها ودخل المطبخ ورجع بعد دقيقة ببيتزا تانية. الراجل أول ما شافها قال دي نفس البيتزا القديمة، أنت بتضحك عليا. عرف منين؟ الحل لأنه كان حاطط ملح كتير على البيتزا الأولى، ولما داق التانية لقاها مملحة جدا، فعارف إنهم شالوا الدبانة بس. اللغز التاني، أنت محبوس في أوضة فيها مخرجين بس. المخرج الأول وراه مرايات بتعكس أشعة الشمس بقوة لدرجة إنها تحرق أي حد يقرب منها. المخرج التاني وراه تنين ضخم بيتنفس نار. تخرج منين؟ الحل استنى لما الليل يجي واخرج من باب المرايات والشمس مش موجودة. اللغز الثالث، سواق ماشي في شارع عكس الاتجاه وبدون كشافات والقمر مش طالع، ومع ذلك البوليس شافه وما وقفهوش ولا عمل له مخالفة. ليه؟ لأنه ببساطة كان ماشي على رجله مش راكب عربية. اللغز الرابع، راجل أخرس دخل الصيدلية عايز يشتري فرشة سنان. عمل حركة إيده كأنه بيغسل سنانه، الصيدلي فهم واداله الفرشة. بعده دخل واحد أعمى عايز يشتري نظارة شمس. المفروض يعمل إيه عشان يفهم الصيدلي؟ الحل يفتح بقه ويقول له عايز نظارة. الأعمى ما بيشوفش بس بيتكلم عادي. اللغز الخامس، واحد غني ساب وصية لولاده ال3، اللي حصانه يوصل لخط النهاية الآخر هو اللي هيورث كل ثروتي. الإخوات فضلوا واقفين بالخيول، محدش عايز يتحرك عشان حصانه ما يوصلش الأول. حكيم شافهم وقال لهم كلمة واحدة، بعدها كلهم جريوا بأقصى سرعة. الكلمة كانت إيه؟ الحل قال لهم بدلوا الخيول. لما كل واحد يركب حصان أخوه هيجري بأقصى سرعة عشان يخلي حصانه هو اللي راكبه أخوه يوصل الآخر. هاي عبقري، حليت كام واحد صح؟ لو كملت الفيديو للآخر فأنت بطل. اكتب لي نتيجتك في الكومنتات واشترك في اسمع الحكاية عشان ذكائك يفضل دايما في العالي. سلام يا وحوش.